يلا بينا اوريكم ازاي افرد شعري الكيرلي من غير ما ابوظه وادمر كيرلز. هقسم شعري كده من النص، بس مش محتاجه النص ده دلوقتي، فهلمه على جنب. اخد جزء كده واقسمه كده. شعري بينشف، عايزه ابله سنه بس. اهم خطوه في حمايه شعري هي الهيت بروتكشن. الهيت بروتكشن الكريم ده بستخدمه وشعري مبلول وكده. على شعري كله. بعد ما اتاكد ان انا وزعته على شعري كله، وكمان اتاكد على الاطراف كويس كده، واتاكد ان هو محطوط بقى من الجذور لحد الاطراف كده، اتاكد ان هو توزع على الاطراف كويس. اقسم شعري واخد جزء كده، والفرشه دي فيها 3 سيتنجز: لو وميديوم وهاي. كده لو، ميديوم، هاي. بعدين اخد كده الفرشه واسرح شعري كده، واتاكد ان انا جيت من الجذور كده كده، واسرح شعري واسيبه ينشف الشعر. لازم اكرر الخطوه دي اكتر من مره لحد ما شعري ينشف ويتفرد. ادي اول خصله كده في شعري. افضل اكرر الطريقه ديت في كل شعري. وطبعا عشان شعري كويلي قوي فلازم اعيد على الخصله اكتر من مره عشان تتفرد خالص. طبعا ما ينفعش بس افضل اعمل شعري كده، لازم اعمله كده واعمله بالجنب، اعمله من كل ناحيه عشان اتاكد ان هو اتفرد كويس. اخر خصله في اول جزء. وكده خلصت اول جزء في شعري كله. انا مش هسيب شعري كده، هجيب حبه سيره واخد نقطه صغيره كده، وبعدين احطها على شعري كده والفه واعمله كحكه، والفه كده، وبعدين بنسة، وتبقى كده. وبعدين اكرر نفس الطريقه ديت في شعري كله. وادي كده اخر خصله خلاص. اخر خصله كده كده، نقطه وعلى الخصله والفها كده. دلوقتي بقى اوريكم ليه انا عملت كحكات وخليت شعري بالمنظر ده. شويه سيره بسيطه، وادي كده شكل شعري بعد ما فرد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي فولو وتعملوا لايك وتسيبوا لي اي اسئله واي كومنتات في الكومنت سيكشن اللي تحت، واشوفكم الفيديو الجاي.